وفاق سطيف نزل على أرضية ميدان الرائد فراج بمستغانم لمواجهة مولودية سعيد التي لا تنتظر أي شيء من هذا اللقاء، في حين المتوج بكأس الجزائر هذا الموسم كان هدفه افتكاك النقاط الثلاث في مقابلة كانت خالية من الجمهور ومن النسوج الكروية، إلا من بعض اللقطات التي سجلت من الجانبين. كان وراء إحداها اللاعب السعيدي بورابا الذي برز في تضييع هذه الكرة في الدقيقة السابعة. لاعب بوسطيف حشود والآخر كانت له فرصة حاسمة لكن كرته اصطدمت بالعارضة الأفقية. محاولات الفريقين افتقدت إلى الفعالية لتحتسب في الدقيقة 45. مخالفة كانت تفاوضية بين بن موسى وحارس المرمى بوهدة. في الشوط الثاني انتقل وفاق سطيف إلى الأهم واستفاد من ضربة جزاء وقعها اللاعب بن موسى بإحكام، مانحا التفوق لعناصر المدرب آلان غيغر. التغييرات التي عمد إليها الفريقان لم تكن لتقدم الكثير، وانتهاء المقابلة بفوز وفاق سطيف بهدف مقابل 0 أمام